بالنسبه للاجره بقى، كل الناس عرفت انها هتدفع 250 جنيه. طب افرض حضرتك اتصنفت منطقه معينه وجات لك قيمه ايجاريه حضرتك شايف انها قيمه غير مناسبه للمنطقه اللي حضرتك ساكن فيها، والقانون لم ينص على طرق للطعن على هذه القيمه، فحضرتك هتعمل ايه؟ قدامك حل من الاثنين. الحل الاولاني، يا تدفع وامرك لله وما عندكش وسيله للطعن، او الحاله التانية اللي دايما بنلف ونرجع لها، حضرتك ما تدفعش والمؤجر يرفع عليك قضيه ان حضرتك ما دفعتش، ولما تروح المحكمه المره دي بقى تطلب خبير لتقييم المنطقه وتقييم القيمه الايجاريه، تطلب الخبير من القاضي علشان هو اللي يقرر لك القيمة الإيجارية، تحديد خبير لتقييم العقار والشقة والقيمة الإيجارية، أو تطلب تحويل القانون برضو للدستورية لأن القيمة الإيجارية غير مناسبة. لو حضرتك معاك حكم امتداد يبقى هنكمل في الموضوع ده، لكن احنا النهاردة بنتكلم على الأجرة. تحويل القانون للدستورية ده جزئية تانية، للطعن على القانون ده جزئية تانية. ما تدفعش فالمؤجر يرفع على حضرتك قضية، فحضرتك تطلب من القاضي تحديد خبير لتقييم القيمة الإيجارية المناسبة لشقتك والمناسبة للعقار وللمنطقة. معانا حلين، وفي كل الأحوال بنلف في منطقة إن حضرتك ما تدفعش. إما تدفع، لو ما دفعتش يبقى هنروح لقاضي موضوع. لكن البعض خايف ان يكون في قاضي امور وقتيه خاصه بالايجار. هو الحقيقه ما فيش قاضي امور وقتيه خاصه بالايجار لاسباب ان القانون اساسا القانون ما اداش طعن ولا تغيير للاجره، فالقاضي امور الوقتيه هيتكلم في ايه يا جماعه؟ قاضي الامور الوقتيه ملوش دخل بالاجره، عشان الناس اللي قلقانه اللي بتقول لك انا لو ما دفعتش هيعمل لي طرد حالا. لا، ما فيش قاضي الامور الوقتيه، ما عندوش قانون، مش مديله اليات علشان الناس تطعن على الإيجار، الناس تطعن على تقييم المنطقة. فبالتالي القاضي الأمور الوقتية برضو هيحيلها لقاضي الموضوع. يعني ليه؟ لأن القانون مش مديله آليات تساعد الخصمين إن هم يطعنوا ويوضحوا إرادتهم بشكل كامل، فبالتالي هيحيل الأمر كله للمحكمة، محكمة الموضوع أو القاضي العام. يعني أما فيما يخص الإخلاء فلازم قاضي الأمور الوقتية يبقى عنده أسباب لهذا الإخلاء، فبالتالي هيحولك قاضي المحكمة العادية. هتبدأ تقدم برضو ورقك ومستنداتك وتطعن على القيمة الإيجارية، أو تطعن على القانون كله، أو تطعن على إحدى مواده زي ما يتراءى ليك. كل دي حلول مع حضرتك، وحضرتك تختار المناسب ليك.